في مهمة سياسية للكابتن حسن شحاتة. تلقى الكابتن حسن شحاتة دعوة من المسؤولين داخل جمهورية مصر العربية انهم يبقى ضمن وفد رسمي رايح الى السعودية يعني السعي وراء إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. معروف طبعا أزمة الأستاذ أحمد الجزاوي يعني ألقت بظلالها على أو أثرت إلى حد بسيط، نتمنى أنها تتعافى بسرعة، على العلاقات ما بين الدولتين الكبار، لكن العلاقات وطيدة والعلاقات كبيرة والعلاقات كلها احترام وكلها ود وكلها محبة. كابتن حسن شحاتة سيطير اليوم إن شاء الله بإذن الله إلى السعودية من خلال وفد يعني نقول بقى رياضي سياسي اجتماعي لرأب الصدمة اللي حصل ما بين الدولتين الكبيرتين. وزي ما قلت لحضراتكم بتضم هذا الوفد مجموعة من الشخصيات العامة المصرية. عرفنا كمان ان الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله هيبقى في ضمن البعثة. هنحاول برضو يعني نتأكد من ان الكابتن محمود الخطيب موجود مع البعثة ولا لا، لكن طبعا الكابتن حسن وباقي افراد البعثة نتمنى لهم التوفيق في اعادة العلاقات الى ما كانت عليه ما قبل الازمة. وطبعا يعني انا بقول ان العلاقات ما بين مصر والسعوديه علاقات وطيده جدا وعلاقات كبيره جدا، ما تهزهاش اي يعني محاولات فرديه حصلت من هنا او من هناك، ولكن العلاقات ستبقى ان شاء الله كبيره ووطيده ما بين الدولتين الكبيرتين. هنروح نادي الزمالك وما زلنا مع المعلم يكتفي او كابتن حسن شحاتة يكتفي بوديه واحده قبل لقاء المغرب الفاسي يوم 13 لقاء العوده ما بين نادي الزمالك ونادي المغرب الفاسي. معروف نادي الزمالك كان فاز وحقق نتيجه طيبه جدا بالفوز ب 2-0 بهدفين. كابتن حسن اكتفى بلقاء واحد ودي بعد فشل الجهاز ده في ايجاد فرص او فرق لخوض المباريات الوديه بسبب اعتذار معظم الانديه طبعا اللي عارفين في حاله ركود رياضي في داخل القطر المصري. ولكن الكابتن حسن شحاتة استقر على اللقاء واحد فقط يوم الاثنين، ما تحددش لسه مين الطرف الثاني في هذا اللقاء. عموما تمنياتنا ان شاء الله لنادي الزمالك وللمعلم وجهازه الفني وجماهير نادي الزمالك بالتوفيق في هذه المباراه التي تبدو سهله ولكن هي مباراه صعبه. والجديه اللي على وش كابتن حسن شحاتة لو احنا رجعنا يا شريف بالصوره شويه هتلاقي هناك جديه في ملامح وجه كابتن حسن شحاتة، ودائما هذه الجديه بتنعكس على اللاعبين والجهاز الفني، وبتلاقي دائما وابدا ان شاء الله نتائج طيبه زي ما حقق كابتن حسن مع منتخب مصر نتائج مبهره زي ما انتم حضراتكم شايفين. هذه الجديه التي يتميز بها الكابتن حسن شحاتة المعلم بتنعكس على لاعيبته، وايضا زي ما احنا شايفين على الجهاز الفني اسماعيل وحماد انور برضو الاثنين يتميزا بهذه الجديه.